اقوى اداه في اللايت روم اللي تخليك تعمل تعديلات في حتت معينه من الصوره، مش على الصوره كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المبدعين، يا رب تكونوا بخير. معاكم عبد العزيز ابراهيم في فيديو جديد من سلسله اللايت روم، واللي فيها هنتكلم عن برنامج اللايت روم وازاي نعدل الصور بتاعتنا من الصفر لحد الاحتراف. النهارده هنتكلم عن اداه من اهم واقوى الادوات اللي موجوده في اللايت روم، الاداه دي وهي الماسكينج. هنعرف مع بعض ايه هو الماسكينج وايه هي ادوات الماسكينج اللي عندنا في اللايت روم وازاي نستخدمها وممكن نعمل بيها ايه وازاي ممكن تغير شكل الصور بتاعتك 180 درجه. الماسكينج في اللايت روم او القناع او التغطيه في اللايت روم هي اداه بتخليك تحدد حته معينه جوه الصوره وتبدا تشتغل عليها وتعمل تعديلات عليها. يعني انت لو انت عندك بورتريه مثلا وعايز تفصله عن الباك جراوند او عايز تعمل تعديلات على حتت معينه بس في الوش، فتقدر تعمل ده عن طريق الماسكينج. او لو مثلا عندك السما هي اللي فيها مشكله وعايز تعدل فيها، فتقدر تتحكم في السما بس بدل ما تعمل كل التعديلات وتنطبق على كل حته في الصوره. خلينا نفتح اللايت روم مع بعض ونشوف الماسكينج هو ايه وازاي نستخدمه. احنا كده فتحنا اللايت روم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنلاقي في الديفلوب موديول، هنلاقي في حاجه اسمها ماسكينج، هي العلامه المدوره اللي عامله شبه الدايره دي اللي فوق، او ممكن تك طبعا شيفت دبليو عشان تفتحها على طول. جوه الماسكينج هنلاقي كذا طريقه ان انت تحدد بيها الحتت المختلفه اللي موجوده عندك في الصوره. فمثلا هنلاقي في سبجكت، سكاي، باك جراوند، ولاندسكيب، ودي حاجات بتتعمل بالذكاء الاصطناعي، انت ما بتعملهاش مانوال. طبعا ممكن تتحكم بعد ما الذكاء الاصطناعي يعملها وهنشوف الكلام ده. بعد كده هنلاقي البرش واللينير جريدينت والراديال جريدينت، ودي برضو حاجات يدويه فقط. فخلينا نقول مثلا ان احنا عايزين البرش دي اللي هي الفرشه. لو جينا هنا فاحنا هنلاقي اول حاجه هي حجم الفرشه، تمام. وحجم الفرشه هو بيتحكم نكبرها او نصغرها. بعد كده هنلاقي الفيذر، والفيذر هو الدايره الثانيه جوه ال الدايره الثانيه في الفرشه. وهنا لو قلنا الفيذر مثلا يبقى قليل، تمام. لو خلينا هنا الفيذر زيرو وعملنا سelection، هنلاقي ان الحدود بتاعه الدايره اللي احنا عملناها دي هي حاده، يعني هي باينه قوي. بس لو زودنا الفيزر بحيث ان هو مثلا يبقى 80 او 90 او ايا كان حاجه، هنلاقي ان الدايره اللي انا هعملها هتبقى متدرجه من بره لجوه او من جوه لبره، بحيث ان تبقى اقوى حته فيها في النص، بتقفل او بتقل كل ما بتبعد عن المركز بتاع الدايره اللي انا عملتها. طيب لو جينا هنا للفلو، الفلو ده هو بيقول لك ان انا لو هو 100%، فانا لو مشيت السلكشن دي او البرش دي مره واحده فهو كده هيجيبها لي 100%. طب انا لو قللت الفلو خليته مثلا 50%، فمعنى كده ان انا عشان اوصل لل 100% اللي انا عايزها، تمام، 100% اللي انا عايزها، محتاج امشي على نفس الحته مرتين. اوكي، عشان برضو ادي مثلا 50% وادي 100%، تمام. فاحنا هنا لاحظنا ان هو السلكشن بتاع اللي خد مرتين في ال 50%، ال 50 خلاني وانا على 100% هو تقريبا كان مره واحده بس كفايه ان انا اعمل السلكشن ده اللي هي القوه بتاعه السلكشن نفسه. الدنس دي او الكثافه هو من معناها كده ان هو بيقول لك يا باشا القوه بتاعه السلكشن نفسه هتبقى عامله ازاي. يعني انا لو جيت هنا هي على 100%، فلو عملت الدنسيتي 100% فهو عامل لي سلكشن بطريقه كبيره. لو قللتها ل 50% هلاقي ان السلكشن هيبقى قوته اقل، النص تقريبا. طيب انا ممكن العب في الاوباسيتي مع السلكشن كده واخليها مثلا بحيث ان هو السلكشن نفسه يبقى قوته قليله، في حين ان نفس الوقت اللي محتاج اتكه كذا مره عشان يعمل لي
نفس الحاجه. الحاجات دي بنستخدمها لما نيجي نشوف القوه بتاعت الحاجه، التغييرات اللي احنا عايزين نغيرها في السلكشن، في الاماكن اللي احنا اخترناها. هنشوف امثله ونشوف حاجه على كده، ولكن كده كده الفلو والدنسيتي انت ممكن تعملهم على 100% هما الاثنين. وكده كده بعد ما بتخلص الشغل بتاعك اللي انت بتعمله على الماس، هتبدا تلاقي ان في حاجه اسمها الاماونت، والاماونت دي بتقلل التغييرات اللي انت عملتها، او بتقلل قوه التغييرات اللي انت عملتها او تزودها حسب الرغبه. تمام. فخلينا، لو انا عايز اشيل السلكشن كله، فانا بعمل الريز، بتك على الالت او الاوبشن، الالت او اوبشن كي، وابدا امسح كل السلكشن اللي انا عملته. لو جيت عملت انا عايز نيو ماسك، وهنشوف الراديال جريدينت. الراديال جريدينت هو ماسك او قناع او اختيار، بحيث ان هو عباره عن دايره او شكل بيضاوي، مش لازم تبقى دايره يعني. وده بستخدمه غالبا لو انا في حاجه بيضاويه. اكبر مثال هو وش الانسان او وش البني ادم. مثلا انا عايز اعمل سelection هنا، انا راح جاي عامل كده اهو. تمام. فانا كده بقى عندي سelection. طبعا عايز اقلل الفيزر شويه، فانا ممكن اقدر ان انا اقلل الفيزر شويه. عايز اقلل، عايز اقفلها اكتر، بحيث ان هي ما تبقاش جايبالي حتت كبيره على بره الوش. تمام. فانا كده عملت سelection على الوش بس. تمام. في حاجه ثانيه بقى، وهي لو جينا على اللينير جريدينت. بس اللينير جريدينت ممكن نستخدمه هنا برضه. خلينا نديسيبل السلكشن ده، ونختار ان احنا نعمل لينير جريدينت. اللينير جريدينت وهو عباره عن تدرج خطي. يعني ايه تدرج خطي؟ يعني لو انا جيت من اليمين للشمال هنا وعملت تدرج للحاجه، فانا اقدر اقول ان انا بقى عندي سelection للجنب الشمال ده كله. ممكن اجي الناحيه التانيه، عملت هنا اد، عملت linear gradient تاني، رحت جاي عامل كده. فانا بقى عندي تقريبا الحدود بتاعت الصوره من اليمين للشمال هي اللي متحدده بس، واقدر بعد كده ابدا اعمل عليها التعديلات. في الفيديو ده احنا هنتكلم اكتر على الحاجات المانوال او الاستخدامات المانوال، وهناخد نبذه بسيطه عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، عشان انا عندي مشكله في اللابتوب، فمش كل حاجه في الذكاء الاصطناعي بتشتغل عندي الصراحه. ولكن هنشوف بعض الحاجات. خلينا نشيل كل حاجه، نشيل دي كمان. تمام. ونشوف اصلا انا عايز اعمل ايه في الصوره. يعني انا الصوره عندي هنا كويسه، ولكن خلينا نقول ان انا عايز البرش عشان اوريك انا عايز اعمل ايه. جينا في الاخضر. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقلل الاضاءه في الحته اللي بره دي كلها. قبل ما نشوف انا هعمل ايه في الصوره، خلينا نشوف اصلا انا لو عندي سيلكشن انا ممكن اعمل فيه ايه. لو هننزل هنا تحت هنلاقي ان انا ممكن اقلل، اتحكم في الاكسبوجر، الكونتراست، الهايلايتس، الشادوز، الوايتس، البلاكس، التمبريتشر بتاعت الاضاءه، الهيو بتاعت الاضاءه في الحته دي نفسها، او الالوان في الحته دي نفسها، والساتوريشن. طبعا ممكن كمان ازود كلر او الون الحته دي بلون معين. وبعد كده نلاقي البوينت كلر واللي شرحناها، وهنلاقي الكيرف هتبقى كيرف في السلكشن في الحته دي بس اللي احنا مختارينها، مش كيرف في الصوره كلها. وايه تحت افكتس ده التكتشر والكلاريتي والدي هيز
وهلاقي اماونت الجرين برضو هلاقيها موجوده، والاقي برضو بانل للتفاصيل هنلاقيها تحت فيها الشاربنس والنويز ريدكشن. خلينا نشوف احنا مثلا لو انا عايز اشتغل على صوره، انا يعتبر عملت البيزك اديتنج بتاعي، بس انا الصوره مش بتنطق. فانا ليه ازاي اخلي الصوره بتنطق، او ازاي اتحكم اكتر في الصوره؟ انا عايز اعمل إيه هنا في صوره؟ انا عايز الصوره دي كده، الحته دي كده اقلل فيها الاضاءه، تمام. وعايز برضو الحته دي كده اقلل فيها الاضاءه، بحيث انا ان السبجكت عندي يبقى فيها، يبقى بينطق، يبقى معزول شويه عن الخلفيه عندي. وعايز اقلل الشادوز في الطرحه بتاعتها. اوكي، ممكن ازود الشاربنس في العين، وابدا اشوف التفاصيل بتاعه الوش نفسه عامل ازاي. فخلينا نبتدي ونشوف احنا ممكن نعمل ايه في الصوره. انا كبدايه هبدا اعمل لينير راديال جريدينت، واللي منه هبدا اختار الوش. طبعا بتحاول تحددها على قد ما تقدر. اوكي، انا بقى عايز اتحكم في الاضاءه بتاعت الوش. انا لا اما اقلل الاضاءه بتاعت اللي حواليها، انا لو عملت هنا انفيرت ماسك وقلت كده، عايزين نسميه، نخليه باك جراوند. اوكي، فانا ممكن اروح جاي عامل لو قللت سنه الاكسبوجر، وبعد كده قللت الهايلايتس عندي، وممكن كمان اقلل الشادوز، وتشوف قبل وبعد، قبل بعد. الصورة طبعا بقت فرقة كتير عن قبل كده. حاجة تانية أنا ممكن أعملها، وإن أنا لو جيت هنا وعملت duplicate and invert، وجيت سميته face، قلت اوكي، زودنا الهايلايتس ممكن نزود الهايلايتس سنة بسيطة، الشادوز نقللها سنة بسيطة، بحيث إن الوش يبقى عندي متحدد أكتر. وممكن أجي هنا على التمبريتشر، وأبدأ أتحكم في التمبريتشر اللي أنا عايزها، ودرجة اللون الأبيض اللي أنا عايزها. أوكي، فأنا هنا كمان ممكن أروح جاي عامل واحد تاني، وأجي على أعمل زوم، وأجي على العين تاني، أعمل زوم على العين، وأبدأ أقاد بالفرشة. خلي الفيزر مش كبير قوي كده، وأبدأ أعمل آه. أوكي alright، أبدأ
اعمل السلكشن بتاعي. طبعا أنا هنا السلكشن عندي باظ في حتت معينه، فانا عشان اظبطه هبدا اشيل الحتت اللي هو زايد عندي فيها. ماشي. ممكن هنا برضو اروح جاي مختار نفس الحاجه تاني. تمام. تمام. وابدا انا عايز هنا ازود الهايلايتس بطريقه بسيطه، اقلل الشادوز بحيث يبقى في عندي كونتراست. في نفس الوقت ممكن ازود الشاربنس بتاع العين. لو زودنا هنا اكسبوجر قبل بعد. تمام. في بقى لقطة حلوة هنا بالنسبة للعيون. أصلا أنت لو عايز تغير لون العين نفسه ممكن تروح جاي هنا إيه، مغيرها. طبعا المفروض ما تعملش كده. تمام. يعني ما تبقاش حد غير لو أنت يعني عندك هدف كرييتيف جدا ومش عارف إيه والكلام ده كله. بس أنت ممكن تزود الساتوريشن بتاعت الصورة بتاعت الحتة الصغيرة كده، بحيث مثلا اللي هو لو بني فهي البني يبان أكتر. لو شفنا قبل صورة قبل وبعد فنلاقي إن الصورة بقت أحسن بكتير. تعالوا بقى نشوف أصلا الصورة بالماسكينج عاملة إزاي، بقت عاملة إزاي. دي الصورة من غير الماسكات اللي إحنا عملناها، ودي الصورة بالماسكات اللي إحنا عملناها. فاحنا ممكن اللي ممكن نعمله هنا برضو ان احنا ممكن ناد اللومينانس رينج. واللومينانس رينج بيخليني اختار درجه اضاءه معينه موجوده في الصوره وابدا اتحكم فيها. فلو عملت هنا اتكيت هنا فيبدا يبين لي اني عندي درجه الاضاءه دي موجوده في الحتت دي كلها. حلو. بس انا عايزها فين؟ عايزها في الحتت دي بس. فانا راح جاي عامل كده انترسكت ويز، انترسكت ويز، وممكن اعملها برش. تمام. وابدا اتحكم ان هو يطلع لي هنا بس. وده السلكشن بتاعي. ونفس الكلام هنا بس. ده السلكشن بتاعي. وابدا اقول له والله انا عايز اقلل الهايلايتس الحته دي، او ان انا كمان اقلل الاكسبوجر. ممكن نيجي بقى كمان للحته بتاعت اللي اسمها ايه دي، الكيرفات، ونبدا نقول انا عايز حاجه معينه مثلا تقل هنا. تمام. الاقي تشوف الماسكات كلها. ده منظر الصوره قبل، ده منظر الصوره بعد. تعال ناخد مثال كمان ونشوف طريقه تانية لاستخدام الماسكات. فخلينا ناخد الصوره دي. اوكي. فالصوره دي حلوه. احنا اوريدي عاملين عليها تعديل اساسي عن طريق اللي احنا عملنا الكيرفات اعتقد، او ما عملناش تعديل اساسي، او ما عملناش تعديل اساسي بس كنا مظبطين هنا الكيرفات بتاعتها. فخلينا نجيب ماسك ونقول هنا انا عايز اختار الحته دي بس، المركب والحاجه دي كلها، وابدا اشتغل عليها هي بس. فلو جيت هنا على الماسك وقلت له والله سيلكت اوبجكت، رحت جاي محدد له ان انا عايز الاوبجكت اللي في الحته دي. وانا بستخدم الذكاء الاصطناعي ان هو يحدد لك ايه هو الاوبجكت اصلا.
يعني غالبًا بيعمل حاجة كويسة إن هو already فعلًا اختارها واختارها بشكل كويس، فأنا عايز أقلل الexposure فيها سِنّة صغيّرة، أزوّد الcontrast وأقلل الshadows بحيث الدنيا تبقى أوضح عندي. لو عملت invert الماسك، طبعًا هو أنت يُفضّل إن أنت تسمّي sorry مش invert الماسك، ده invert، وهنا كده قُلنا إن ده هو الboot. أوكي، وبعد كده قُلت والله اعمل لي duplicate and invert، هيختار لي كل حاجة تانية، ممكن أسميه ساعتها surrounding surroundings اللي هو الحاجات المحيطة. تمام، وأبدأ والله أنا عايز مثلًا هنا أقلل الexposure أو حتى أزوّد الexposure، خلّينا نلعب فيها بالكيرفات. أنا كده تمام، وهنا أشوفها قبل، بعد، قبل، بعد، ده بس بالإيه، تقريبًا الصورة دي عندي فيها noise، فأنا ممكن برضه أروح جاي عامل إيه، آجي هنا على الboot boot اسمها إيه مش فاكر الصراحة. المهم لو جينا هنا على الboot وقُلنا والله أنا عايز أعمل noise، أزوّد sharpness سِنّة وأزوّد أعمل noise reduction سِنّة بسيطة. خلّينا نزوّدها للآخر ونشوف شكلها هيبقى عامل إزاي. طبعًا أقلل الnoise أوي، بس في نفس الوقت الصورة بقت ناعمة جدًا، فأنا عايز الصورة تبقى ناعمة ولكن مش للدرجة دي. تمام، كده الدنيا شكلها أفضل بكتير. تاني، الماسكات اللي إحنا عملناها قبل، بعد، طبعًا برضه أنا ممكن أعمل حاجة تانية هنا، إن أنا خلّينا نقول إن أنا عايز linear gradient وعايز يبقى في، وأبدأ أقول له والله الorientation بتاعه محتاجين ندوّره شوية، شبه كده. أوكي، وأقول له يا باشا قلل لي الexposure سيكا، قلل لي الhighlights بتاعتك سِنّة. خلّينا نشوف كده التأثير بتاعها إيه، نشوف التأثير بتاع الماسك ده لوحده إيه، قبل، بعد، قبل، وبعد. تمام، خلّينا ناخد مثال كمان طبعًا الصورة دي إحنا اشتغلنا عليها قبل كده، بس ده من غير تعديل نهائي، فخلّينا نعملها auto نشوف تبقى عاملة إزاي. نغيّر الcolor temperature بحيث إنها تبقى warm أكتر، ونبدأ نشتغل عليها بالmask ونشوف والله أنا هنا ممكن أعمل إيه. يعني خلّينا كده نفكّر برضه، أنا الصورة هنا ممكن أضبّط فيها إيه. أنا ممكن أضبّط السما، صح؟ يعني لو قُلت السما بتاعتي، تمام، قُلت السما بتاعتي والله أنا عايز
عايز اقلل فيها الهايلايتس، تمام، والوايتس، بس انا عايز ازود فيها الايه، الشادوز. انا عندي حته هنا ضلمه ايه، مش قوي كده. وفي نفس الوقت لو جيت على بوينت كولر وقلت نيوترال، ماشي، وقلت والله الفاريانس تمام. في نفس الوقت عايز ساتوريشن، وخلينا نقول اللي انا عايزها اصلا تبقى داخله على الازرق اكتر. تمام. خلينا هنا يبقى ده كده السكاي، سكاي. وخلينا نقول ان انا عايز اعمل كمان ماسك. ابدا اقول والله انا عايز اعمل ايه هنا. أنا مثلا عايز ازود الهايلايتس او اقلل الهايلايتس هنا، شوف انهم يبقى افضل. تمام. صح. ريفر. اوكي. خلينا برضه نسلكت البرش ونشوف الفيلج نفسها ممكن نعمل فيها ايه. تمام، عملنا كده السلكشن بتاعي بتاع الحتت اللي انا عايز اعملها. تعالوا والله انا اولا هنا عايز ازود على او خلينا نشتغل هنا في بالكيرفات. لو جينا والله قلت له يا باشا انا عايز على الكيرفات، قلت له زود لي ميد بوينت شويه. تمام. بس في نفس الوقت تعالى لي هنا على الشادوز وقللها لي، وبرضه قلل لي الهايلايتس سنه صغيره. طيب لو لاحظنا ان هنا في سelection بتاع السكاي مش احسن حاجه، طبعا لو عايز تشوف السelection بتاعك فين بالظبط، فانت هنا كده تروح جايب في التكة هنا. لو عايز تشيل برضه تفاين سelection اكتر بتاعك، تمام. ونفس الكلام هنا سكاي، تبدأ تمسح الحتت اللي انت مش عايزها تكون فيها حاجات اللي انت عايزها. اوكي. انا والله قلت هنا بس عايز اعمل ايه. طيب خلينا نيجي مثلا في الجرين واقول والله انا عايز اكشلي يبقى في الجرين ده لونه اكتر من كده، مش قوي كده. احنا عايزين بلو، تمام، ريد. اوكي. خلينا نشوف كده قبل بعد، قبل بعد. طبعا دي كلها بس احنا بنوري الحاجه، يعني هي الصوره دي مش نهائيه الصراحه. احنا كنا شفنا الصوره النهائيه بتاعت الشكل ده. فانت ممكن تتحكم في اي حته، يعني مثلا هنا ممكن نزود كمان برش، ونبدا انا الحته دي مثلا عندي دي كده اهي، عايز اعمل فيها ايه.
ازود فيها الشادوز، لان انا شايف ان هو فيها، او ممكن اعمل كمان فيها ديهيز عشان انا شايف فيها هيزنج كتير. فلو عملت كده قبل بعد قبل بعد الاحظ الفرق. فانت ممكن تعمل الحاجات دي كلها. تعال ناخد مثال كمان على صورة، مثلا الصورة دي نبدأ نقول له add mask، ونقول له يا باشا اعمل لي الايه select subject. فعمل لي selection للسبجكت، فانا اقول له هنا والله ده السبجكت بتاعي. اوكي، نو نو، وخلينا نعمل duplicate and invert، ونقول ده اسمه background، ونعمل كمان selection للسكاي لوحدها، select sky. تمام. فانا عندي هنا مثلا السكاي، تعالى يا باشا قلل لي الهايلايتس فيها جدا على قد ما تقدر. كمان قلل لي الاكسبوجر، مش قوي كده بس يعني شويه صغيرين، وزود لي الاماونت بتاع الكلام ده. تمام. لو جيت هنا على الباك جراوند قلت له والله انا عايز اشتغل على الحته اللي تحت دي بس، راجع اعمل هنا intersect intersect with intersect with، وقول لي ان انت عايز تعمل linear gradient. تمام. جينا قلنا والله عايزك تشتغل لي على الحتة دي فقط لا غير. تمام. قلت له والله بقى الحتة دي يا باشا قلل لي فيها الاكسبوجر، اللي هاني زرقة اكتر او صفر اكتر حسب اللي انت عايزه. على سبيل المثال قلت له والله ايه الالوان بتاعتها اصلا كان ممكن ايه اغيرها. تمام. ممكن اخليها اي لون انا عايزه، فالهيو بتاعت المنطقة كلها تعمل عن شكل غريب جدا. ما تعملش كده اي عشان بس واضحين بصراحة. ممكن نزود الساتوريشن بتاعت الالوان، او نقلل من الساتوريشن بتاعت الالوان لو احنا عايزين. تمام. خلينا نشوف بقى السبجكت نفسه ممكن نعمل فيه ايه. ممكن نزود الاكسبوجر سنة صغيرة. آه، ممكن نقلل الهايلايتس ونقلل الشادوز برضه. تمام. تعالى نشوف بقى المواصفات نفسها فرقت معايا في ايه. ده قبل، ده بعد، قبل، بعد. انا عندي هنا في السما لو لاحظت انا قللت الايه الهايلايتس قوي. المفروض انها ما تبقاش قليله قوي كده لان هي باينه ان هي مفيش بليندنج مع الحاجه. فاحنا ممكن نزودها كمان سنه صغيره بحيث ان هي تبقى عامله تبقى واضح ان في بليندنج نوعا ما. تمام. تمام. خلينا ناخد اخر مثال. هنيجي هنا نعمل ماسك. انا هنا عندي الصوره كده، لو جينا قلت والله انا عايز لينير جريدينت بحيث ان هو ياخد لي السما اللي حواليها، ان انا شايف ان هو الدنيا عندي هنا زياده في اكسبوجر
التعريض بتاعي عندي هنا زياده شويه. تمام. طبعا لو قللت كمان هنا، قلت كمان دي انزل تحت سيكا، وبعد كده جيت قلت والله زود لي دي هيز الحته دي. تمام. قلت بقى لا، اعمل لي اللي هو ده اسمه سكاي. وجيت قلت له يا باشا اعمل لي كمان سيلكت اوبجكت. تعالى هات لي بقى البيوت دي كده، والبيوت دي كده. مش عارف، انا مش عارف فعلا هو هيختارها صح ولا لا. خلينا نشوف هو هيختارها ولا مش هيختارها. لو مش هيختارها هنضطر نعمل سelection بطريقه تانية. والله نوت باد. فانت بتحاول تبقى فاهم، فانت المفروض تبقى فاهم الحاجات التانية المانوال، بحيث ان انت تقدر تطلع اللي انت عايزه بطريقه مانوال من غير الاي اي. فانا والله تمام، والله مش وحش خالص. فانا عايز هنا بس اقلل الهايلايتس في البيوت، لان انا شايف الابيض كتير قوي. قلت هنا بس الاكسبوجر شويه، الشادوز. اوكي. بعدين قلت والله طب انا عايز اعمل ايه تاني هنا؟ دي هاوسز. قلنا اوكي. قلت زودت هنا، وانا عايز اعمل الحته اللي في النص دي كده، الاخضر ده عايز اتحكم فيه شويه. فانا ممكن والله اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها color range. color range هيجي لي ويقول لي اختار لي الكالر. فانا جاي قايل له والله انا عايز الاخضر. تمام. فلقيته هنا مختار لي تقريبا الاخضر. هو حلو جدا في السلكشن، اختار لي اللون الاخضر. انا مش عايز اريفاين السلكشن بتاعي. لو قللته فقلل لي السلكشن عندي، ولو زودته هيزود لي السلكشن عندي. انا مش عايز ده. انا اخليها على زي ما هي كانت 50. هو السلكشن بتاعه كويس 52 او ايا كان الحاجه. وكده عندي انا السلكشن عندي في الحته اللي فيها اخضر. والاخضر هنا انا عايز اعمل ايه؟ في الحته دي عايز اقلل الاكسبوجر ونقلل الهاي لايتس. تمام. خلينا نشوف قبل بعد. قبل بعد. قبل وبعد. ممكن برضو هنا نعمل، نخليها اكشلي ناحية الازرق سنة صغيرة، ونقلل كمان الساتوريشن بتاعة اللون الاخضر سنة صغيرة. اكشلي ممكن نقلل كمان ايه الهايلايتس تاني. تمام. قبل قبل بعد. قبل وبعد. فاحنا كده خدنا نبذة او مقدمة عن الماسكينج في اللايت روم. ده طبعا مش كل حاجه. الماسكينج تقريبا فيها انت ممكن تعمل اي حاجه بالماسكينج ده، يعني عايز تحدد حته معينه. عرفنا ازاي نستخدمها، وازاي نعمل بيزك سelection، وازاي نعمل انترسكت مع السلكشن وبعضه، وازاي نستخدم البرش، الراديال جريدينت، اللينير جريدينت، و ازاي ايه الحاجات اللي ممكن نتحكم فيها في حتت معينه في الصوره، بحيث ان انت يبقى عندك قدره ان انت الصوره بتاعتك تطلع الناتج النهائي اللي انت عايزه. قول لي في التعليقات تحت انت بتستخدم الماسكينج ولا لا في الصور بتاعتك، وايه اكتر سيلكشن او ايه اكتر حاجه بتعرف تستخدمها في الماسكينج تول. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس. وانا اراكم الاسبوع الجاي في فيديو جديد عن الريموفال تول في اللايت روم يوم الاثنين الساعه 8. سلام.